السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مساء الخير. طبعا أنا مو من عوايدي أصور فيديو وقت العصر أو شوية بعد العصر الشارع مالتنا يصير هوسة ويمكن الصوت يصير رديء، لكنه لأن أنا مضطرة أصور هذا الفيديو لأن إن شاء الله باكر أهدي هاي النباتات لأشخاص تعرفت عليهم، وأنا مسرورة أنها تعرفت عليهم تجربة المراقبة الامتحانية الوزاري، ولكل الشرف بكل شخص تعرفت عليه بهاي القاعة وكل مكان. أنا دائما أحب أو الجملة دائما المعروفة عني أنه أنا أحب الله وأحب الناس الطيبين، ودائما أحب أتعرف على الناس، وكل إنسان طيب هو على راسي. ومن طبعي أيضا أحب إهداء أهدي النباتات، فبما أنه أنا راح أهدي هاي النباتات العدد ما شاء الله، فما أقدر كل واحد أقف وأنطيه توجيهات وأعلمه شلون يزرعه وشلون يكاثره أو شلون راح يبدي يهتم بيه. فلذلك اضطريت أنه أسوي هذا الفيديو ليكون شامل للجميع. فاللي راح ياخذ جزء من هاي النباتات راح يدخل إن شاء الله قناتي على اليوتيوب فلفل وقرنفل، وأرجو أن تدعموني وتشاركوني الفيديو إذا عجبكم. قناتي فلفل وقرنفل على اليوتيوب، وقناتي أيضا فلفل وقرنفل على التيك توك. فإن شاء الله يكون هذا الفيديو ملهم إلهم ويكون يساعدهم على زراعة هاي النباتات اللي راح أنطيهم إياه أو راح يتعرفون عليها وأسمائها. خليكم وياي وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فنبدي بالسرعة. أول شيء نبدي مع نبات الأوليفيرا. طبعا أنا مسوية فيديوهات هواية متكلمة عن الأوليفيرا وتكاثر الأوليفيرا والظروف اللي يعيش بيها الأوليفيرا، لكن هاي خلينا نقول في الإعادة إفادة. هاي إن شاء الله حتى للشخص اللي راح يكون صاحب النصيب بهاي الأوليفيرا. الأوليفيرا نبات من الصباريات، يستخدم كثيرا بالعلاجات، نبات جميل ما يحتاج أي شيء، ينجح في جميع أنواع التراب. وفترة أنا زرعته حتى في المي، جذرته عجبني، وبعدين رجعته للتربة. كل شيء ما يحتاج. السقي عنده جفاف التربة تماما، لو أشوفكم السندانة شلون كانت يابسة وما شاء الله عايش، لأن هو يحتفظ مي بأوراقه. نبات جميل ومفيد للإنسان، للشعر، للبشرة. اكو هواي فيديوهات عنه، تكون هاي الورقة مالته سميكة وهلامي. تشوفون هاي السندانة ما شاء الله شقديها. ما يحتاج أشياء هواية. تربة خلي تكون جيدة التصريف، أي تربة زميج عادية، طينية، رملية، والله هو يعيش بكل أنواع التراب. لكن مهما تكون تربة زميجية اللي هي زميج بين الطيني والرملي أفضل تربة. أنا بالنسبة لي هذا كتجربتي من الحديقة، تربة زميج وزرعت بيها. شلون يتكاثر؟ شنو يحب البيئة يحب انه مو شمس مباشرة تصير اوراقه سوداء وتحمر وبعدين تصير تسود وتبس وتفقدون النبات. فتزرعوه بإضاءة قوية بدون إشعة شمس مباشرة. هاي بالنسبة لنبات الأوليفيرا. شلون يتكاثر بالخلفات. شوفوا هسه هاي ما شاء الله وصلى على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يمكن بي ما أعرف بالخلفات بي يمكن فوق 20 أو ما أعرف إيش قد أكثر من الخلفات. هاي تفتحوها وتفسخوها وتخلون كل وحدة بسندانة. هسه إن شاء الله هذا راح ياخذها، الله يبارك له بيها. من تتكاثر عنده يفرزها ويخلي كل وحدة واحد. شكله جميل وغير متطلب ومفيد، وطبعا سعره جدا غالي، فأوصيكم بأنه تكاثروا. بس أنا ما عندي مكان أو مهملة بيه هواية، صار لي فترة بهي الشكل صاير وما مفرستها. بالنسبة للنبات الأول، طبعا وأي ورقة تنكسر من نبات الأوليفيرا ما يذبها، نقدر نزرعها ونقدر ولو أنا أحب التكاثر بالخلفات أمردها بالماء وأسقي بها النباتات. هو أيضا للتجذير، إذا تريدون تجذرون بهذا الجل ماله بنتكسرون الورقة يطلع الجل. شوفوا الجل
وتسوون بيه تجذير، أو يعني تحطوه بالمي وتسقون به النباتات كسماد. يعني جدا يعني كلش زين للزرع بصراحة، جيد جدا. أنا دائما من تكسر عندي ورقة أقطعها بالمي، ثاني يوم أسقي بها النباتات. هاي بالنسبة للأوليفيرا. النبات الثاني راح أهديه إن شاء الله هو أظافر ست الحسن. أظافر ست الحسن، وهذا أنا مسوية عليه يعني فيديو قبل يعني 3 أيام أو هكذا، شلون نجيبه أو شنو الظروف اللي يعيش بيها. أيضا إضاءة قوية بدون أشعة شمس مباشرة، يزرع متدلي، يزرع مداد، يزرع يعني معلق جميل جدا. خلي أشوفكم وصلى على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوفوا هذا، وها شلون نزل بحيث غطى السندانة كامل، اللي هو حبانة يعني تشبه الحب لكن صغير. منا تقطعه، أنا قطعت هسه وخليته هناك وأزرعه رأسا، أقطعه وأزرعه. هاي قونية، شوفوا هاي قونية مال طحين حتى ما تبين، قونية يتكاثر بالترقيد، وأنا مسوية حلقة عن هذا الموضوع. ينجح كعقل أيضا بالتربة، ينجح بالمي. شوفوها بالمي رأسا بالمي مجذر، وباقي بالمي عادي تخلوه بالمي، مو اللي تزرعوه بالتربة. هذا النبات الثاني. صلى على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعتذر عن رداءة الصوت، حرب البسوس يمنا ما شاء الله على الأطفال. النبات الثاني هو نبات مظلة المرور. مظلة المرور، هذا النبات الجميل. طبعا هسه أنا قاصة الأوراق، تشوفون هنا زارعته، هنا زارعته بالتربة، وهنا بالماء. شلون نكاثره او شنو هي الظروف؟ طبعا الظروف مالته والله شو اقول لكم، بالشمس يعيش، بالظل يعيش، بالمي يعيش، بالتربة يعيش. سبحان الله الخالق، هالقد هو قوي. بس اذا زرعته بحديقتك حاول تحدده، لانه اذا خليته هيك يمشي يعني ويروح هواية. خل اشوفكم شلون يتكاثر هذا النبات. هذا مظلة المرور، هذا شكله، شوفوا بس تقصون ورقة. أنا بس ورقة قدامكم. بسم الله. هاي قصينا ورقة. سبحان الله، هذا النبات ما يتكاثر هالشكل، يتكاثر هالشكل بالمقلوب. بالعكس، احفظوا هاي النقطة، بالمقلوب. تريدون تخلونها هيجي بالمي قبل بسم الله، وتخلوها وخلاص. من تجذر راح تصير بهذا الشكل، بهذا الشكل. يعني هي الأوراق جوا والساق هيك بالمقلوب، وبعدين تطلع هاي النبات. من يجذر تشيلوه تزرعوه. شوفوا هسه هاي ثاني تحت، ما عليكم من القلاص وسخ، هاي كلها أنا حاطتها برا جوا التانكي وجوا الأشجار. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال. يعني كل شي ما يكلف. ورقة تقطعوها وتزرع، يعني تخلوها بالمي بالمقلوب، راح تجذر، ومن تجذر تطلع تشيلوها تزرعوها بالسندانة. وهاي شكلها كلش حلو، بس أنا شنو رابطتها. وكل ما تقلموها أكثر راح تحصلون على شنو يعني ورا هنا يعني نموات أقصر جميلة كثيفة. إذا أنتم تحبون هيك تصير طويلة وتربطوها بشريط، أنا مسوية هيك فكات هواية، بس هاي بس حتى أشرح للي راح يكون صاحب النصيب هاي النباتات الجميلة. وهاي وبعض الأحيان أقص من هاي الأوراق، هسه أقصها وأشوفكم. شوفوا شلون قصيتها، لأن هاي الأوراق الزايدة ما بيها كل فائدة. وبهالشكل قول بسم الله، نخليها بالماء. طبعا هاي الأوراق هواية على هذا العلبة صغيرة مال مي، على هاي الأوراق أخليها وأرجع لكم. شوفوا بالمقلوب، الساق فوق والأوراق تحت. وها هي، وصلون على النبي، وإن شاء الله كل شيء راح يصير بيدكم. الله يبارك لكم. بس سمون بسم الله وصلون على النبي، وتقرون سورة الإخلاص، مهمة جدا بالزراعة. هاي خلصنا من مظلة المرور، خلصنا من أظافر ست الحسن، خلصنا من الألوفيرا. نجي على النبات الآخر اللي راح أهديه لهم، هو المكحلة. ويا سلام على المكحلة، جميلة 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 جدا. ونفس الشيء نروح نقطع لهم من الغابة. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الظروف اللي تحبها هي أنا هم مسوية عليها فيديو. إضاءة قوية من غير أشعة شمس مباشرة.
تربة هشة تكون كمعلقة جميلة، مداد جميلة. شلون ما تزرعوها هي حلوة، بالتربة تعيش وبالمي تعيش. خلينا نقول بسم الله ونقص واشوفكم شلون تزرعوها. يلا صلوا على النبي. واي فرع طويل عندنا شوفوا من يم العقلة، من يم العقلة نقول بسم الله ونقطعها. طبعا باليسرى بدا يقطع زين. وهذا الفرع هسه قطعناه، نوخر الأوراق من أسفل. إذا تشوفون هذا الفرع الصغير هذا راح يمد ويصير كبير ويا هاي. تريدون بالتربة تزرعوها رأسا مباشر، بس شوية تحفرون بالأرض وتخلوها. وهاي نقول بسم الله وبس. هاي شوفوا هاي شلون سندانة تخبل، شوفوها وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوفوا شلون متدلية تجنن. صلى على النبي. هاي شوفوا هاي المكحلة بالتربة. الطريقة الثانية هي بالماء. أيضا تجيبون هاي عقلة، هاي عقلة، وهاي وخرنا الأوراق من أسفل ونخليها بالماء وبس. نصلي على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما عليكم هاي من الداودي، أنا مجذرتها بالماء ما شاء الله، ومجذرة وصايرة وردة ومطلعة وردة، كلها هي بالماء. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خل أشوفكم هاي وقعت. هاي بالماء، هاي المكحلة شوفوها مجذرة بالماء، هاي جذورها. ما عليكم من البطل قديم وهاي، لأن أني يعني عندي ما شاء الله حقل تجارب كلش كبير بالماء، كل شيء أجرب، فلا تباعون يعني على البطل وهاي، باع على النتيجة. زين هاي بالماء. بعدين إذا يعجبكم تخلوها بالماء تخلوها، يعجبكم هي والسجاد نفس الظروف، يعني يعجبكم تخلوها بالماء يعجبكم، ما يعجبكم تخلوها بالماء تبدون بالتربة زرعوها رأسا بالتربة، يعجبكم تجذروها وبعدين تزرعوها بالتربة عادي، كل شيء يصير. الطريقة الثالثة لتكاثر المكحلة هي شنو؟ تخلوها بالأرض يعني تمشي وتجذر، بس تخلوها تلامس التربة، بس تلامس التربة هي تخلوها، ما تقطعوها تخلون عليها حجر أو شيء، أو حتى ما تخلون أي شيء، مجرد ترشوها مي من الرطوبة راح تطلع لها جذور. شوفوا الجذور هسه هاي جاهزة. قبل بس أجيب تربة سندانة، تربة هشة، تربة زميج، تربة الحديقة، تربة زميج عادي، تراب. هاي تربة أرضنا، إحنا زميج تربتنا الحمد لله والشكر. فنزرعها هالشكل خلاص صارت عندنا نبتة جديدة. وهذا كل ما كان عندنا عن هاي النباتات الجميلة اللي راح أهديها الزملاء اللي تعرفت عليهم، كلهم على راسي، كل الناس الطيبة على راسي. شكرا جزيلا لكل من يدعم قناتي، شكرا جزيلا لكل من يدعي لي دعاء طيب، شكرا جزيلا لكل من يعني يعلق لي تعليق لطيف، أنا ممنونة إليه. كل من يدعي لي دعاء جميل ربي يكتب له بالزيادة وربي يسعده. وشكرا لكل من يدعم قناتي وشاركوا الفيديو حتى يستفاد أكثر عدد من الناس. وهذا كل ما كان عندنا عن طريقة زراعة أو تكاثر والظروف الملائمة للأوليفيرا وأظافر ست الحسن. هاي الأوليفيرا وهاي أظافر ست الحسن، وهاي مظلة المرور، وهاي المكحلة. وشكرا جزيلا لكم، وجربوا كل شيء. والمنظر بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهاي زهور أبو خنجر، وهاي زهور مساء الخير، وهاي زهور الياسمين الأحمر والعطر، يعني سبحان الخالق. وهذيك زهور المينا الصفراء النادر اللون، يعني جميل جدا، والجهنمية، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذاك مساء الخير الأبيض. ودائما صلوا على النبي واذكروا الله. وهاي الفراشة الجميلة راح تبدي تنام، راح تبدي تطبق أوراقها. شوفوا هاي آية من آيات الله، بالنهار تفتح وبالليل تبدي تطبق، وفعلا تصير مثل الفراشة. الله صلى على النبي دائما تفلحون. وهذا الفلفل الحار زهورة، وشاي الفلفل صغير نوني. شكرا جزيلا لكم وربي يسعدكم. وآسفة على رداءة الصوت آسفة على أي شيء، يعني شوية الإضاءة مو تمام، لكن فيديو سريع حتى فيديو شاهدوه اللي إن شاء الله راح يصير لهم نصيب بهاي النباتات الجميلة ويفهمون شلون يعتنون بنباتاتهم بطريقة سهلة، والكل يعني فيديو واحد للجميع.
أوصيكم بزراعة هذا النبات الجميل اللي هو مظلة المرور. شوفوا ايش قد سهلة. شكرا جزيلا لكم وربي يسعدكم. لا تنسون دعموا قناتي باللايك والاشتراك. شكرا جزيلا لكم وربي يسعدكم. أنا آسفة نسيت أسوي نتكلم عن الفلفل. هذا الفلفل الحار لما يصير هالشكل لونه أحمر تجففوه يكون أفضل طريقة لزراعته. ممكن تزرعوه هو يعني أحمر تقطعوه وتزرعوه أيضا بذورة تكون مناسبة، لكن إذا جففتوه بعد يكون أحسن. شنو هي الطريقة؟ تجيبون سندانة بها ثقوب من أسفل وتربة هشة، وبعدين نكسر الفلفلة. الله أكبر. نكسر الفلفلة فوق التربة، يعني نمد البذور عليها. بس قلت لي الفلفلة هالشكل اتكسرت وطشرت البذور. والفلفل أنواع، من عنده فلفل زينة، فلفل أكل، فلفل جدا حار، وبس. بعد ما نطشها نخلي عليها تربة. بسم الله. نغطيها بالتربة هيجي وترشوه بالبخاخ. بعد أسبوعين تقريبا أقل يطلع نموات شتلات، وتطلع الشتلات تبدون تفردوها وبس. وهذا أيضا زراعة الفلفل الحار. وشكرا جزيلا لكم واعتذر عن الإطالة. إن شاء الله يكون هذا الفيديو ملهم لكم ويساعدكم. وصلوا على النبي وأذان المغرب يأذن. دعوا لي دعوة بها خير لكم وإلي إن شاء الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم شافي أمي يا رب. شكرا جزيلا لكم وربي يسعدكم.